السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحشتوني. النهاردة هنستهل حلقتنا دي ببركة بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت. ونشهد جميعا بأن سيدنا النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. المشاركة في الحمام. المشاركة في الحمام سبق وأعديت عليها، يعني عملت إعداد لكذا حلقة عن مشاركة الحمام وقلت فيهم ما يكفي، بس الظاهر إن الناس بتنسى. بيحصل مشاكل كتير جدا بينك وبين غاوي الحمام اللي هو صاحبك. بيحصل مشاكل بينك وبين غاوي الحمام اللي هو صاحبك، أنتيمك، صديقك، عشرة عمرك، اللي انت اكلت معاه عيش وملح، وامك عارفه امه، واختك عارفه اخته، واخوك عارف اخوه، وابوك عارف ابوه، والعيله عارفه العيله، ومن شرعك، وممكن يكون من بيتك، وممكن تكونوا قرايب. على راسي، كل ده على راسي من فوق. الموضوع وما فيه ان المشاركه ليست مباركه. المشاركه ليست مباركه، مش مباركه. المشاركه شراكه شرك، اعوذ بالله، عامل زي الكفر. ليه؟ لان مفيش اتنين خلقهم ربنا على وجه الارض ونجحوا ان هم يشاركوا بعض الا كانوا ناس عقلة وكبار وفاهمين، والمشاكل اللي واجهتهم في حياتهم من خلال الشغل قدروا هما الاتنين يتغلبوا عليها. لا واحد اتكل على واحد، ولا واحد نفض لواحد، ولا واحد ساب واحد يغرق وهو مش فارقة، المشاركة يا حبيبي ليها أسس وقواعد. اللي بيحصل عكس اللي احنا بنقوله. يعني ايه أسس وقواعد؟ ليها احترامها، ليها بروتوكول، ليها شياكة في التعامل، ليها بقى حسبة. حسبة كده بنقول لك عليها أسس وقواعد، لا تخرج عن الأسس ولا تطلع عن القاعدة. ايه هي الحسبة؟ هتشاركني، شاركني في كل حاجة. هتشاركني في المشروع، شاركني في المشروع ده من كل حاجة، في الفلوس اللي هنعمل بيها المشروع، في الإنتاج وتوزيع الأرباح، في الهوالك اللي هتطلع من خلال العملية الإنتاجية، في الضرائب، في الميزانية، في كل ما تتخيله يخص المشروع. أي مشروع بين اتنين قائم على إن ده نفسه يعمل مشروع وينجح، وده نفسه يعمل مشروع وينجح، فكلموا بعض فتلاقت الرغبات، فالاتنين اتفقوا على إن هم يعملوا مع بعض مشروع زي الفل علشان ينجح. محدش فيهم يقول للتاني أنا مش نازل النهاردة، أنا تعبان. إن كنتم مقسمين القصة ما بينكم، واحد حابب يعمل مشروع ولقى شريك، يبقى انت هتحط 10,000، هو هيحط 10,000، وتفهموا ايه اللي هيتجاب من 20,000. يتحطوا 20,000 كده تحت بند عند محامي، الكتب ما بينكم عقد. عقد. ده بالنسبة للشغل، عشان تعرفوا ايه اللي داخل وايه اللي خارج. ممشينها بالبلدي، يبقى ان شاء الله هنعدي عليكم نلاقي واحد قاتل واحد، هنعدي بعد سنين عليكم، بس ممكن ايام او شهور على حسب ما ربنا بيأذن كده. المعركة هتبقى امتى والساعة كام؟ هنعدي نلاقي واحد مسجون، وواحد مقتول، واحد ما اتدغدغ في المستشفى، والتاني خلاص بقى اتحكم عليه وخرج وقضى المدة. الشراكة صعبة، ما نجحتش بنسب كبيرة جدا بين ناس وبعضيهم. الشراكة صعبة، ما نجحتش النجاح اللي ممكن من خلاله تبص تلاقي نفسك قلت انا فعلا شاركت ويا ذمة شاركت. طب ما في ناس نجحت، ماشي، ما هو كل قاعدة ليها شواذ. دول الشواذ بتوعها، دول العالم النصحى اللي فيها، دول العالم القادرة اللي فاهمة، اللي يعني لما ما بيتغاضوا عن حاجات عشان ما يخسروش بعض ويهدوا المبنى والبيت على دماغ ساكنيه. تعال بقى عند الحمام. لا ينفع تلف عليا ولا ينفع ألف عليك، لا تديني على قفايا ولا اديك على قفاك.
وصلت؟ ما سمعناش عمرنا عن غية شرك، واحد شارك واحد في غية على سطحه، ولو حد عملها تبقى راجل قفا من ظهر راجل قفا. لان انت النهارده لما تروح عند واحد تبني له المصنع بحجه انك هتشاركه في الانتاج، اعرف ان انت كده اسسته وخليته رجل اعمال على قفاك، وساعه ما هيحب بيزهق امك ويمشيك هيمشيك. مش هبقى هتهدله انت المصنع، لا ده انت هتصفي اللي بينكم وهيديك تمن المصنع بالقسط، بس هو كسب المكان بقى اللي بقى مترستق وجاهز لاي شغل. وصلت الرؤيه؟ طيب في الحمام والطيور ما تشاركش حد. طيرك هو طيرك، طيرك في دارك عارف قرارك، طيرك في دارك عارف قرارك، طيرك هو طيرك. ما مات بتاعك، انتج خيره ليك، ما حصلش نصيب وما اشتغلوش تبيعهم فلوسه ليك. بلاش قصة هو بيجيب اكل اسبوع وانا بجيب اكل اسبوع، هو يكلف شهر وانا بكلف شهر. لا مشينا مع بعض، اللي فاضي يطلع، بنبيع الضريب ونقسم ثمنه. دب 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 ليه يا عم؟ ده عيل دج ودج دج دج دربك. ليه يا نجم؟ ما يتعاشرش، ما انا رخل فقمته. ليه؟ اصل التربت. ما انت كنت بتقول وبتقول وبتعيد. الشراكة العبد لله بيعتبرها شرك. الشراكة بين اي اثنين خلقهم ربنا على وجه الارض كفر. انا بقول عليها كده من جوايا، انا اسامه بيرجو ترمز بقول لك الشراكه شرك وحشه. الشراكه شراك عراق والعياذ بالله رب العالمين. الشراكه هي الشيء الوحيد اللي ممكن يخليك ما بتنامش. يعني اعمل مصنعك، اعمل مشروعك، اعمل قواديسك، اعمل برجك، اعمل اوضتك، اعمل غيتك، اعمل مكانك، اعمل عنبرك، اعمل ما تتخيله في الحمام، ولا ان انت تشارك اي حد، ليه؟ حاجه غريبه. الاول هاخد بختين كده قدامكم. ده انا جايبه المناخيري، هاتوني الصيدليه، بيخليك تستنشق طلقه. الحمد لله. ده كده خلاص، لا بتبربر ولا بتسيل، طلقه. بينشف المخاط بتاع المناخير، ما بيخليكش تنف ابدا الا مرات بسيطه قوي، انما ما انتش مسكوم، ما فيش زكام ابدا. ده امبراطور الزكام، ما ابعد عن الزكام ب 57 او ب 60 اهو، عشان انتوا ايه حبايبي. فليكونيز. وريها له صور يابا، خد سكرين شوت ووريها له. فليكونيز ده عباره عن ايه؟ بخه كل 12 ساعه. على الواقف ما تعملش كده، لا يشرقك يموتك. يعني هو كده وهو واقف. امين. كل 12 ساعه. عمرك ما هتوطي وانت بتصلي تلاقي نفسك مسكوم وعمال تعمل ما انتش قادر، فاهم؟ ده زي الطلقه، جبته من بنت اختي، ربنا يا رب يسترها ويديها الصحه. اللي عايز افهمه لكم، ما تشاركش حد حتى لو على ازازه ميه. عارف ليه؟ لو طالعين رحله، والله العظيم 3 عليا النعمه من نعمه ربي، لو طالعين رحله انتوا الجوز ومشاركين بعض على ازازه ميه، هتيجي تشرب يقول لك ايه يا عم ما كفايه، مش ليا فيها، انت عايز تخلصها. زي بالظبط كده اللي لموا من بعض هما الاتنين، ده نص جنيه وده نص جنيه، وجابوا ازازه 7 زمان. حصلت والله العظيم حصلت. يعني تيجي نجيب ازازه 7 نشربها مع بعض، قال له بكام؟ قال له ب 90 جنيه. خد نص وهات نص. ده دفع نص وده دفع نص، راحوا جابوا ازازه السفن، عملوها باسنانهم
عمل علامه قال له هشرب لغايه هنا، تيجي 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 تيجي، شرب سنتي كمان، ضربوا بعض، كانوا هيقتلوا بعض بالازازه. الشراكه وحشه، بيدخل فيها الشيطان. وهاتوا لي اتنين يتشاركوا ما تعاركوا، هاتوا لي اتنين يتشاركوا ما تعاركوا، في هيتعاركوا، في اتشاركوا واتعاركوا ورجعوا تاني، ما هم بيحرموش، يبقى حصلت، وصلت، يبقى حصلت. هاتوا لي اتنين يتشاركوا وما تعاركوا. كل الشراكه ده الشراكه الزوجيه بين الزوج والزوجه، الشراكه اللي عقدها الجواز بيحصل فيها خراب وطلاق في الاخر. ما اثنان الا وكان الشيطان ثالثهما في اي شيء، حتى مش رجل وامراه بس. الشيطان ده ان الشيطان كان للانسان عدو مبين، موجود معاك. ده جاي واخري وانت صاحب للنجمه، انت ما بتنامش عشان الشغل وهو ولا في الدماغ. انت تعبان بقى، يا ترى هو حاسس بيك؟ انت بقى طالع تنش، يقول لك اما اجي على الجاهز بعد ما يكون قفش حاجه، لما تطمن وتلاقيه رن لك فجاه تقول له ايه يا عم يا طول ما افتكرت. اوعى تشارك، والله العظيم ما تشارك، وحياة لا اله الا الله وابديته في الكون كله الى ما لا نهايه، اله واحدا لا شريك له، ما تشاركش حد. خليك كده واحد يوحد الله، لا اله الا هو. افرخ حمامك، اذبح حمامك، بيع حمامك، اشتري حمامك، حمامك بتاعك انت، محدش ليه فيه. محد ليس لمخلوق عليه سلطان في انه يرفع لك التليفون ويقول لك يعني ايه ماتت، يعني ايه الحمرا خزار ماتت يا عم الحاج، ما هو من ايه مالك، ما هو من بقول لك نظف واطلع على ايد بتنشي وما انتش ممسق وانا سافر لي اسبوع واجي الاقي الدنيا مخروبه. اوعى ياض عليا، مش عايز تقول طلاق، اوعى ياض تشارك. ذنبك على جنبك، إن الله شاهد علي وناظر إلي. اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. إن الشراكة شرك، بعتبرها شرك كفر، بتؤدي لكل ما هو وحش بين أحسن اتنين كانوا نفسهم يعملوا حاجة، وده عنده وده عنده. لا يا روح أمك، خليك أنت في حالك وده في حالك، ماشي؟ ولا يقول لك خد افرخ جوز وخد عيالهم، ولا تقول له طب هات ذكر صافي، اصل حصلت والله مواويل الدنيا كلها حصلت قدامي ومع مين ومعايا انا كمان يا عمي، اللي اداني قص حمر شبطت فيهم، قلت لقيته جاي يقول لي ما عزهمش عنك يا برجو خد افرخهم، وبعد ساعتين جينا نزل الحمام يا ابني. صباح الفل، ما تشاركش حد. سلام.